مساء الخير ومساء الفل على كل مستمعينا في كل مكان. مستمعي راديو مصر على الهوا، صوت شباب مصر. معاكم أنا شادي الخولي وفقرة جديدة من برنامجكم إيجي بلس. والنهاردة عندي سؤال، بس السؤال ده مش مريح، لأن ممكن وانت بتسمعه تفتكر شخص تعرفه، وممكن للأسف تفتكر نفسك. انت تعرف البياع؟ لا لا لا، مش بياع الخضار، انا بتكلم عن حد تاني. انا بتكلم عن اللي بيبيع صاحبه، واللي بيبيع زميله في الشغل، واللي بيبيع حبيبته، واللي بيبيع مراته، واللي ممكن يوصل انه بيبيع ولاده علشان مصلحة بقى، او فلوس، او ترقية، او خوف، او مجرد انه عايز يطلع هو الكسبان. بس السؤال الاصعب هنا، هو الانسان لما بيبيع حد قريب منه بيبيع الشخص ده، ولا بيبيع نفسه من غير ما يحس؟ خلينا ناخد مثال بسيط. صاحبك اللي انت عارفه من سنين، واقف معاك في فرحك وفي حزنك، عارف أسرارك وعارف حاجات عمرك ما قلتها لحد، وفجأة تلاقيه باعك، قال سرك، شوه صورتك، وقف ضدك علشان مصلحة. وانت تقول هو ازاي عمل كده؟ والإجابة أحيانا بتكون مؤلمة، لأن المصلحة عنده أهم من العشرة. بس استنى، هنا في سؤال أخطر. هو باعك فعلا؟ ولا يمكن هو أصلا ما كانش شريك من الأول؟ يمكن احنا اللي كنا فاكرينه صاحب، فاكرينه اخ، فاكرينه عشرة عمر. كان موجود لكن قلبه ما كانش موجود. واول ما ظهرت المصلحة، الحقيقة ظهرت. وعلشان كده الشاري الحقيقي ممكن يختلف معاك، ممكن يزعل منك، ممكن حتى يبعد عنك، لكن في حاجات عمرها ما تتباع: سرك، كرامتك، عشرتك، والايام اللي كنتوا فيها سند لبعض. الشاري الحقيقي لو مشي ما يفضحكش، ولو اختلف معاك ما يخونكش، ولو علاقة انتهت ما يحرقش اللي كان بينكم. لأن أحيانا البيع مش بيكشف قيمة اللي اتباع، البيع بيكشف قيمة البياع. والبياع مش لازم يكون بيبيعك بفلوس، ممكن يبيعك علشان ترقية، علشان يرضي مديره، علشان غيرة، علشان خوف، علشان شخص جديد دخل حياته، أو حتى علشان يثبت إنه أحسن منك. تلاقي واحد في الشغل أول ما زميله يغلط يقول للمدير: أنا بس حبيت أوضح لحضرتك إن فلان هو اللي عمل الغلطة دي. طيب ماشي يا سيدي، بس أنت كنت فين وقت الغلطة دي ما حصلت؟ في ناس بتستنى وقوعك أكتر ما بتستنى نجاحها هي. والأصعب لما البيع يدخل العلاقات. زوج بيبيع عشرة عمره علشان نزوة أو علاقة جديدة، أو حد يستخدم ولاده كورقة ضغط. وهنا لازم نقول إن في حاجات ممنوع تدخل سوق البيع والشراء أصلا. الولاد مش بضاعة، والزوجة مش ورقة تفاوض، الصاحب مش درجة تطلع عليها، والعشرة مش حاجة نرميها أول ما تظهر مصلحة. لكن هل كل واحد أنهى علاقة يبقى بياع؟ طبعا لأ. ممكن العلاقة تنتهي، ممكن الإنسان يكتشف إنه مش سعيد، ممكن يختار إنه يمشي وده حقه، لكن الفرق في الطريقة. ممكن تمشي من حياة حد من غير ما تهينه، وممكن تنهي علاقة من غير ما تفضحه، وممكن تختلف مع صاحبك من غير ما تبيع سره، وممكن تختار نفسك من غير ما تدوس على غيرك. اختيار نفسك مش خيانة، لكن إنك تكسب نفسك بخسارة إنسان ائتمنك، هنا المشكلة. طيب، هو البياع ده اتولد كده؟ أكيد لأ. محدش بيتولد وهو بيقول أنا لما أكبر هبيع صحابي. هنا بقى بيجي دور التربية. لما الطفل يسمع طول الوقت المهم تطلع انت الكسبان، دوس على اللي قدامك، ما يهمكش حد، بيكبر وهو فاكر ان الحياة معركة، وان علشان يكسب لازم حد تاني يخسر. لكن لو علمناه اكسب بس بشرف، نافس بس من غير غدر، انجح بس من غير ظلم، خد حقك بس ما تظلمش، احنا كده مش بنربي شخص بيعرف يكسب وبس، احنا بنربي انسان. وطبعا التربية مش السبب الوحيد، في الضمير، وفي الدين، وفي الاختيار. لأن الاختبار الحقيقي مش لما تكون بتتكلم عن المبادئ، الاختبار الحقيقي لما تكون قادر تأذي حد ومحدش هيحاسبك، وتختار إنك ما تأذيهوش. الإنسان مش بيتقاس وهو محتاج، الإنسان بيتقاس وهو قادر. قادر يفضحك وما يفضحكش، قادر يكسب على حسابك ويقول لأ مش بالطريقة دي. ده هو الشاري الحقيقي. طيب نعمل ايه بقى؟
أول حاجة يا صديقي، ما تديش ثقتك بسرعة. الثقة بتتبني مش بتتوزع. تاني حاجة، شوف الإنسان وقت المصلحة، لأن اللي بيحترم غيره وهو مش محتاجه ده إنسان يؤتمن. وتالت حاجة، لو انت اتبعت قبل كده ما تتحولش البياع. لو صاحبك خانك ما تخونش صاحب تاني. لو حد ظلمك ما تظلمش حد تاني، لأن أسوأ رد على الخيانة إنك تبقى نسخة من اللي خانك. خليك انت. وفي النهاية لسه في ناس لما تقول لها دي أمانة تحط الأمانة فوق راسها. ولسه في صاحب ممكن يخسر مصلحة علشان ما يخسرش صاحبه. ولسه في ناس المصلحة عندها مهمة لكن مش أهم من المبدأ. وعلشان كده افتكر، الفلوس ممكن تتعوض، المنصب ممكن يروح، والعلاقات ممكن تتغير، لكن لما الناس تفقد ثقتها فيك إنك ترجعها تاني أصعب بكتير. فما تبقاش انت البياع اللي كل ما يشوف مصلحة يبيع حد. خليك الإنسان اللي لما الدنيا تحطه قدام الاختيار يقول ممكن أخسر فرصة لكن مش هخسر نفسي. لأن في النهاية مش كل حاجة تتباع، وفي حاجات لو بعتها مش هتعرف تشتريها تاني. وسؤال فقرتنا النهاردة، ايه أكتر نوع من البيع شايفه مؤلم؟ صاحب بيبيع صاحبه، زميل بيبيع زميله علشان ترقية، ولا حبيب بيبيع حبيبته، ولا أصعب حاجة إن الإنسان يبيع نفسه ومبادئه؟ وفي رأيك البياع ده سببه إيه؟ تربية؟ ضعف ضمير؟ قلة دين؟ طمع؟ خوف؟ ولا الدنيا علمته إن اللي يكسب هو الصح وخلاص؟ قولوا لي رأيكم بصراحة على كل وسائل التواصل الاجتماعي egionair.com. كنت معاكم أنا شادي الخولي، ودي كانت فقرتنا النهاردة من إيجي بلس على راديو مصر على الهوا، صوت شباب مصر. نطلع فاصل ونسمع أغنية مش كل واحد لعمرو دياب، ونرجع مرة تانية لكن مع الزميلة نورة عبد الغني. مع السلامة.